صراحة اليوم الجو بارد بس الشمس طالعة ما كان في شمس تلجنا. هلا شوي خف البرد جايز، كان عم ينزل الثلج امبارح بالليل. جايز هلا شفت حلا رايحين انا وياها حاطين اغراض لا ايفنت. عندكم لانا الساعة على الايفنت لازم نكون لابسين الدريس كود الفورمال بزنس، حاطين اكسترا على مقابلة لازم تجي بهذا الدريس كود تبع الشركة. جايز متحمسين؟ اخذكم معي بكره، اكيد رح اخذكم معي، اكيد حصور له. في بعد عنا 5 ساعات. ما رح نروح بالسياره، رح نروح بالقطار. الجو هلا مو ابدا ما بيسمح لانه ثلج وبخوف كثير الاوتوبان. نطلع نسوق الاوتوبان. بحاول هلا انقي هاي هيلز للطقم اللي اخذته، بدي اياه كمان ما يكون كثير عالي. ايه هذا حلو بس اعلى من هيك شكله كثير موديل، يعني نفس الشيء بس بصراحة ما في هلا يعني مثل هيك بس يكون مسكر شوي من فوق، يعني مو هيك موديل بس نفس نفس كمان جا على بالي انه ما يكون مثل انه مثلا اذا مثل هيك بدي يكون هذا اقل شوي. ايه لا هذا مو كثير حلو عريض وكمان ما بدي هيك. طبعا اجباري ما بتقدري مثل هيك من قدام لازم تكون مثل هيك مفتوحة. ايوه هيك بس العلو نفس تكون اعلى شوي. ايوه اوكي جايز جينا نشوف الهيلز. طبعا ما في هيلز ابدا، انا بدها هيك هيلز ناعم بس يعني مثل هيك بس هي بدها اعلى. هذا كتير قصير كتير صغيرة صح. شوفوا جايز حلوة بس طويلة. انا شو رايك هي كتير طويلة. بدي اياها لهون. ايه يعني قديش تكون لهم شايفين لانه بهذا النهار جايز مثل ما قلت لكم عندي ايفنت طويل يعني من اوله يعني الساعة 7:30 الساعة 10:30 هيك شيء. جايز اول شي رح فوت على زارا لانه عندهم بليزر كتير حلوين. عم بدي اشوف شو منزلين نيو كولكشن بظن انه لاقي الشي اللي بدي اياه. جايز لقيت هذا عجبني كتير، حسيته كمان هيك بزنس ايفنت. ليكوا كيف حلو بس حابة اخذ غير هيك، حابة اخذ مثل انه بليزر وتنورة تحته او بليزر وبنطلون تحته. في هيك كمان بليزرز من هدول كمان حلوين كمان حلو. الاثنين هاي الكنزة بزارة كتير حلوة. عايش ما بتتخيلوا قديش جبت اواعي. حسيت هاد كتير حلو الصيف وليكو ماجته بالجنين يعني هيك خريف وعلى بنطلون جينز كتير بيطلع حلو. سو رح اشوف هلا قيس هاد انتل هو كمان خريفي. هلا صراحة غرفة القياس ما كتير عم تساعدني اني اورجيكم كل الاوتفيت بس جايز هاد البليزر بجنن كتير حلو مرتب وحبيت فيه انه في هيك في لون ذهبي. كتير عجبني هذا البليزر كتير حسيته حلو مرتب وهيك اكادي. مشكلة هذا البليزر بدها تنورة مثل شكله هيك شايفين وما لقيت عندهم قالت لي انه ما في وبالعادة بيجي تنورة على شورت معه. ليكو جايز قماشته كتير حلوة. حبيت هيك شكله كتير حسيته مرتب لكن مع الاسف ما في له تنورة. بحس انه على التنورة لانه طويل بيطلع احلى. طبعا جايز لازم بهذا الايفنت احضره ببزنس كلاس. ليكو كيف من هون جايز عجبني فيه انه هيك في تفصيل بسيط فكتير حبيته. والجايز بغرفة ضيقة ما بدي اتحرك فيها حسيته هذا كتير مناسب يكون بزنس اوتفيت. فاعطوني رايكم بالكومنتس شو رايكم فيه. اكيد انا هلا عم صور لكم قبل الليل كتير مناسب. طبعا جايز بعد ما قصدوا كلياتهم اخترت رح اخذ هي الكنزة عجبتني وحلوة وراح اخذ هذا القميص وهذا البليزر. رح اخذ هذا حاليا ولبق عليه بنطلون. ما مشي حالهم ابدا لانه اي قطعة بدي قطعة تانية فوقها او تحتها وما مشي حالهم ابدا. سو رح اخذ احسن شيء بليزر وعليه بنطلون. جيت على هون دقاني لانه بزارة مثل ما قلت لكم اخذت بس البليزر. لقيت هون كمان اغراض رح فوت هلا اقيسهم. لقيت هاد القميص حسيته مناسب تحت البليزر فاعطوا رايكم شو رايكم. شو جايز شو حلو كتير لقيته مناسب تحت البليزر. بالها قدام في كتير شغلات حلوه. لقيت هذا الفستان هذا الاغلب حاخده. ليكو كيف طويل كتير حلو وهيك بدفي كتير. رح اخذ
هذا البليزر اللي لقيته انا اخذت لكم اياه من زارا، بس هذا كمان رح اقيسه اشوف كيف رح يطلع لي. البيجامه اخذتها للبيت. فتت بالنهار صار الليل وراي لكم، صار الساعه 6:30 بس لسه ما خلصت. لسه رايحه على سيفورا، لازمني ميك اب، لازمني برايمر، وكمان بروح على الزوف. هلا الصراحه كتير صعب اختار البليزر المناسب لانه ما لقيت، يعني ما بعرف، حسيت احيانا يطلع طويل احيانا يطلع قصير، فبدي بليزر يكون مناسب مع بنطلون. رح اخذ من ماريو الميديوم دارك، هذا this one، هذا الميديوم دارك. جايز اللي صار فيني على اخر لحظه اجاني دعوه الايفنت، ما لحقت احضر حالي بليزر، ماني حاطه اللون هذا في بالي ابدا، بس قلت راح اقيسه وجربه، فقلت راح اقيسه وجربه شوف كيف بيطلع. حبيت قصه هذا البليزر كتير، بس راح اقيسه وجربه كيف بيطلع. طلع لبس لونه غير، ما بعرف كيف، حسيت لونه غير، فاللون ابدا ما عجبني. بعد كل هالفترة ما لقيت غير البليزر، جبت البليزر من زارا. اليوم انا اوريدي طلعت متاخرة وما لحقت. الفكرة انه اجت دعوة الايفنت فجأة وما كنت متحضرة ابدا. هلا ما معي غير يومين حضر كل الاغراض، مشان هيك اليوم رحت سويت تقريبا كل الاغراض. نسيت ورجيكم الوردات اللي امبارح اجونا، شو حلوين بيجننوا. هدول الوردات تبعات عيد ميلاد ماريا، وهدول امبارح اجونا هدية، ما شاء الله بجننوا. مين مثلي هيك بحب الورد؟ لازم يكون في ورد بالبيت كل يوم. بدي ليكو هي البوكيه اللي اجانا امبارح، ليكو في شيء منهم ما فتح بقى ما شاء الله، عم يفتحوا هلا. حطيناهم حاليا بالمطبخ لانه عم ندير بالنا عليهم اكثر، والصالون شوي دافي عليهم، حطيناهم بالمطبخ ابرد شوي. الصالون هدول ليكو شو صار فيهم دبلو، شايلين الشوفاج، والشوفاج هيك عم ينشفهم شلون دبلو. هدول حطيناهم بالمطبخ مبينين ليكو فريش اكثر. بلشت التحضيرات، رح نعمل كباب بالمقلاية. بنصحكم تتعلموا هي الطريقة للكباب، قد ما الكباب بياخد وقت وما له سهل ابدا، هي الطريقة كتير سهلة وسريعة. الشوكة والمعلقة ليكو كيف كتير سهلة، وحتى انا بحسها صحية كمان ما شاء الله. ليكو بلشت تتقلى، طبعا ما حطينا بالمقلاية زيت، حنخليها لانه من دهنة اللحمة بتقلى. هي كيف بلشت تقلى، وهي الكمية ما شاء الله مساوية. وانا نقعت هون بقدونس لحتى افرمهم، هلا بدي بلش افرمهم، رح اعملهم بيوان. طريقة كتير سهلة وبسيطة، تعلموها جايز واعملوها، بنصحكم فيها. وحتى بتطلع طعمتها غير من على المشوي. انا بلاقيها كتير طيبة، وهيك بلاقيها يعني زفتش، بلاقيها مو ناشفة، كتير طيبة. جايز ليكوا المنظر خيال. هي وتصير ما شاء الله، شايفين كيف بتشهي. جربوها هي الطريقة وما بتندموا ابدا. اوكي جايز هلا خلصنا، اعطوني رايكم. صراحة بشهي المنظر يعني بشهي، مو معقول حتى ريحته بشهي. واو عن جد يمي. طبعا مثل ما قلت لكم لازم بأسرع طريقة، يعني ربع ساعة صار الأكل جاهز. كثير سريعة وما بدها تحضير من قبل. طبعا نحن تعلمنا هي الشغلات لأنه ما عندنا وقت دائما هون، فبنحاول نعمل دائما الشغلات اللي ما بتاخذ وقت بسرعة، يعني ما بتاخذ وقت كثير. شايفين هلا صار عندنا هون الكباب جاهز، وهون أنا سويت المايو. طبعا يمكن الكل صار بيعرف الطريقة، دائما بسوي لكم إياها. يامي، اعطوني رايكم. طبعا لسه في زلات وفي جوا جهزنا مسبحة وهيك شغلات، بس اعطوني رايكم عن جد بالكباب.